معكم حازم الهنداوي مراسل برنامج قمة العاصمة من الإسماعيلية. من قاعة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية. يشرفنا النجم فارس المسرح المصري والعربي الفنان أحمد ماهر. أهلا بك يا أستاذ أحمد. يا اهلا وسهلا. أستاذ أحمد، حضرتك أول منور إسماعيلية، منور إسماعيلية، باريس الصغرى. حضرتك ممكن تكلمنا عن قوة أداء تأثير القوة الناعمة على مستوى مصر بحالة تقدير التغيرات السياسية الموجودة في البلد؟ يعني القوى الناعمة في أي مكان مطلوبة لإيقاظ الوعي والولاء والانتماء وتذكرة الناس بمجد تاريخ هذا البلد العظيم، وتعليم الأبناء أن هذه البلاد أفرزت رجال، فلا بد لأبنائها من الشباب أنهم يتمثلوا الرواد والرجال اللي سبقوهم وخدموا البلد ويرثوا عنهم هذه المكرمة وهذه الشمائل العظيمة حتى تبقى مصر كما قدر لها الله أن تكون في طليعة الأمم، مصر التي ذكرها الله في القرآن والتي أوصى بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أستاذ أحمد، حضرتك بسم الله ما شاء الله، مثل أعلى كتير قوي من الشباب، سواء الشباب من أول من سن 17 لل 20، من 20 كل واحد ليه أحلام أو تطلعات غير التاني مع اختلاف السن. تأثير القوة الناعمة بالمراحل السنية إيه بصفة حضرتك مثل أعلى للشباب دي؟ سواء من مثلا من خط القناة لسينا زي ما حضرتك ذكرت في الأول، حضرتك زرت سينا في مشهد من المشاهد. يعني أنا بقول إن الأعمال التاريخية اللي بتفكرنا بتاريخ أمتنا ووطننا ورجالتنا اللي بيعتبروا كواكب في سماء تاريخ هذه الأمة شيء حيوي ومهم وخطير، كي يتأكد الشباب أن هناك أيقونات وهناك أسوة وقدوة يمكن أن يقتدى ويحتذى بها لتصنع هذه الأمة جيلا جديدا من الرجال ومن القادة. أستاذ أحمد، أعمالك الجديدة خلال الأيام الجاية إيه يا فندم؟ ده كلام ما يتقالش دلوقتي اللي لسه ما مضيتش، تمام. فأمضي أقول لك. نورت اسماعيليه يا استاذ الله احمد، يطول نورت عمرك. اسماعيليه. وكان معكم حازم الهنداوي لبرنامج قمه العاصمه. يعني زدني شرف مع الاستاذ فارس المسرح العربي الاستاذ احمد ماهر. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي يا حياتي.